حكايتنا النهاردة عن الفتى الوسيم صاحب الطلة الملفتة، مشهور بالجاذبية والوسامة، فتى أحلام أجيال كتيرة، صاحب الكاريزما الخاصة جدا، واحد من أهم النجوم المصرية. كل الفنانات اللي اتعاملوا معاه أجمعوا إنه الجان رقم واحد. حكايتنا عن الدنجوان رشدي أباظة، اسمه بالكامل رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة، مواليد 3 أغسطس 1926، مواليد مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وهو من عائلة الأباظية المصرية المعروفة. والدته من أصول إيطالية ووالده مصري. أخذ البكالوريا من كلية سان مارك في اسكندرية، لكن ما كملش دراسته الجامعية بسبب حبه الشديد للرياضة. ساب الكلية واتفرغ للرياضة. عرف الفن طريقه بالصدفة في حياة بطلنا رشدي أباظة، الصدفة اللي جمعته بالمخرج المصري الراحل كمال بركات، اللي عرض عليه دور البطولة قدام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم المليونيرة الصغيرة. وعلى الرغم إنه وقتها ما كانش في مشاريع ولا أحلام رشدي إنه يبقى ممثل، إلا إنه وافق، وبقى فيلم المليونيرة الصغيرة سنة 1949 أول أعماله، وكان هو بطل الفيلم. لكن بعد الفيلم ده رجع يقدم أدوار صغيرة في أفلام زي رد قلبي وموعد غرام ودليلة، لكنه استرد نجوميته في فيلم امرأة في الطريق سنة 1958 مع شكري سرحان وهدى سلطان وزكي رستم. وبعده انطلقت مسيرة الدنجوان في أفلام لها قيمة عالية في تاريخ السينما المصرية. قدم رشدي 160 عمل سينمائي خلال أكثر من 40 سنة، تم اختيار منهم 12 فيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد سنة 1996. وواحد من الأفلام دي كان فيلم الزوجة ال13 اللي غنت له فيه شادية وحياة عينيك وفداها عينيا. رشدي كان بيفكر في العالمية، وكان عنده مؤهلات قوية تساعده، وسمته، ثقافته، وكمان كان بيتكلم 5 لغات، لدرجة إنه وافق يبقى دوبلير للنجم روبرت تيلر في فيلم وادي الملوك. ولما جات له الفرصة الحقيقية لما رشحوه للمخرج الإنجليزي ديفيد لاين عشان يشارك في بطولة فيلم لورنس العرب، وجه المخرج مصر وطلب يقابل رشدي، لكن رشدي افتكره جاي يختبره فرفض يقابله، وقال للمندوب خليه يتفرج عليا في فيلم في بيتنا رجل اللي كان بيتعرض في السينما وقتها. وفعلا اتفرج المخرج على الفيلم، وساعتها قرر يدي الدور للنجم عمر الشريف اللي ما فرطش في الفرصة أبداً. كتبت جريدة أخبار اليوم سنة 1966 عن قد إيه رشدي طيب وكريم وجنتلمان. كتبت إن فيلم مراتي مدير عام اللي قدمته شادية وصلاح ذو الفقار كان اتفق عليه رشدي مع المخرج فطين عبد الوهاب، وأخذ عربون الفيلم، وده كان قبل جواز شادية وصلاح. لكن بعد جوازهم قرروا يعملوا الفيلم سوا، لكن محدش قدر يبلغ رشدي بقرار استبعاده عن الفيلم. وفي أول يوم تصوير اتفاجئ فريق العمل إن رشدي على بوابة الاستوديو، وقبل ما يدخل رشدي الاستوديو جري كل واحد على أوضته خايفين من رد فعله. دخل رشدي بلاتو ما لقاش حد، وبعد ربع ساعة خرج. كلهم توقعوا إن رشدي يكون حرق أو كسر الاستوديو، لكنه فاجئهم لما لقوا بوكيه ورد وجنبه 2000 جنيه مبلغ العربون، وورقة مكتوب فيها أخي صلاح أتمنى لك التوفيق. أما بقى رشدي الدنجوان الحبيب صاحب قصص الحب الكتيرة، رشدي اللي اتجوز 5 مرات، الأولى من الفنانة تحية كاريوكا واستمر جوازهم 3 سنين، والتانية من الأمريكية باربرا اللي خلف منها بنته الوحيدة اسمت واستمر زواجهم 4 سنين. الجوازة الثالثة كانت الفنانة سامية جمال واستمرت حياتهم الزوجية 18 سنة، واتجوز عليها الفنانة صباح لكنه طلقها بعدها بأسبوعين. أما الزوجة الخامسة كانت بنت عمه السيدة نبيلة أباظة، واستمر زواجهم حتى وفاته. توفى بطلنا يوم الأحد 27 يونيو 1980 عن عمر 53 سنة بعد معاناة مع مرض سرطان المخ، ليترك خلفه سجل حافل بالأعمال اللي مش ممكن يمحيها الزمن. جملة قالها رشدي في فيلم الرجل الثاني: النهاردة هكون الساحر وانتم المتفرجين. ومن ساعتها سحر رشدي العيون والقلوب
فكان دنجوان السينما العربية اللي محدش قدر ينافسه على اللقب ده لحد دلوقتي. هختم كلامي عن نجمنا باللي كتبه الكاتب الصحفي الراحل محمد بديع في مجلة الموعد الفنية. كتب وقال: قيل وسوف يقال الكثير الكثير عن رشدي أباظة، عن مغامراته وطبائعه وأفلامه وزيجاته، وسيروى الكثير الكثير، ولكن في كل ما يقال سوف تكون هناك حقائق لا تتغير، وهي أن رشدي أباظة كان دائما إنسانا طيب القلب، كريم الخلق، محبا للأصدقاء، شهما في كل موقف، واسما كان طوال حياته محبوبا، وسوف يظل حتى بعد غيابه مالكا للحب. خلصت حكايتنا عن النجم رشدي أباظة. اكتبوا لي عاوزين تعرفوا حكاية مين تاني.